الركراكي تيرد على الانتقادات الموجهه لشديره وحمد الله بسبب الاداء الضعيف ديالهم في مونديال قطر 2022. ووضح الناخب الوطني وليد الركراكي ان العقليه ديال بعض المشجعين المغاربه ضروري خصها تغير. وهضر وليد الركراكي على الانتقادات اللي تعرضوا لها كل من حمد الله ووليد شديره بسبب الظهور ديالهم البات رفقه الاسود في مونديال قطر. وقال وليد الركراكي في احد التصريحات للصحافه ان الجماهير المغربيه من حقها تنتقد الاداء ديال اللعابه اللي تختاروا باش يمثلوا البلاد في مونديال قطر، وما نكرش المجهود ديال الجمهور المغربي اللي كان حاضر بقوه وعطى صوره جميله على بلد المغرب في ملاعب قطر، حيت بذلوا مجهود كبير وسافروا باش يساندوا المنتخب الوطني. لكن السي وليد الركراكي رفض باش ينعسوا شديره وحمد الله كانهم ما كانش عليهم خصهم يمشيو معاهم لقطر، قارنهم مع مجموعه من الاسماء ديال اللاعبين اخرين اللي ما شاركوش في كاس العالم. واختار وليد باش يدافع على حمد الله وشديره وقال انهم قدموا مجهود كبير وداروا اللي عليهم رفقه الاسود، وانه خلال الايام القادمه غادي يخدموا على راسهم باش يظهروا في صوره احسن. وقال وليد الركراكي باللي حضروا شي وحدين قبل في الجامعه وقالوا ليه باللي حمد الله غادي يخلق لك مشكل كبير وسط المجموعه حيت السلوك ديالو ما مزياناش. لكن وليد شاف العكس وقال باللي حمد الله كان راجل وكان منضبط بزاف، وقال باللي هو ثيق في حمد الله وشديره، تيقول للمغاربه باللي ما خصكمش تقارنوهم ببعض الاسماء اخرى اللي ما عيطش ليهم. وقال وليد الركراكي واخا كون عيط حتى لدوك الاسماء الاخرى كانوا غادي يتعرضوا لنفس الانتقاد. تيوعد الجمهور المغربي باللي غادي يخدم على نقط الضعف داخل الفريق حتى ما يبقاش الخلل. وانتم شنو بان لكم؟ واش بغيتوا المنتخب يتحسن ولا يبقى بنفس الاداء اللي لعب فيه في مونديال قطر 2022؟